بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. إيه الفرق ما بين عطائي اللي بيكون مبني على الطيبة وما بين عطائي اللي هو بيكون مبني على حب إرضاء الآخرين؟ يعني من الآخر كده، ما هو الفرق بين عطاء العطاء اللي بيكون مبني على الطيبة إني شخص طيب، والفرق ما بين إن أنا شخص عطائي بيكون مبني على إن أنا باحب أرضي الآخرين. بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خلّيني أسلِّم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلّام سعد، ويالّا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش إن أنت تشترك على القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصلك منّي كل جديد، وما تنساش إن أنت تعمل share للفيديو وتعمل share للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ويالّا بينا. أولًا العطاء اللي هو بيكون مبني على حب ومساعدة الآخرين، وما بين العطاء اللي بيكون مبني على إرضاء الآخرين. في الحالتين أنا باكون جدع مع الآخرين، وفي الحالتين أنا باكون طيب مع الآخرين، وفي الحالتين أنا باكون كريم مع الآخرين، ولكن هناك فرق كبير وشعرة ما بينهم هي اللي هتحدد إذا كانت عطائك مبني على الطيبة والّا مبني على إن أنت عندك مشكلة إنك عندك people pleasing أو حب إرضاء الآخرين. طيب نبدأ بحب إرضاء الآخرين. رقم 1، لما بتكون عندك حب إرضاء الآخرين أنت بتحط احتياجات الآخرين هي رقم 1، بتحط احتياجاتك رقم 2. يعني بتشوف الآخرين إن هم اللي أولوية. عيالي أهم مني، أهلي أهم مني، صحابي أهم مني، وأنا مش مهم. فبتحط احتياجات الآخرين رقم 1، ولكن بتحط احتياجاتك أنت بتكون رقم 2. لما بيكون عندك موضوع حب إرضاء الآخرين أنت بتشوف إن عطائك، إن قيمتك كإنسان بتكون بتساوي عطائك، يعني قيمتك كإنسان بتساوي عطائك. فأنا لو كنت قادر أساعد الآخر يبقى أنا عندي قيمة، أنا قدرت إن أنا أدي الآخر يبقى أنا عندي قيمة، أنا كنت كريم مع الآخر وكنت قوي مع الآخر يبقى أنا عندي قيمة. لكن أنا لو ما ساعدتش الآخر، لو أنا ما كنتش قادر، لو أنا ما كنتش عارف، لو يبقى أنا ما عنديش قيمة، أنا بلا قيمة. فالوقت اللي أنا بساعد فيه الآخر والآخرين بيبقوا راضيين عني أنا بيبقى عندي قيمة. لكن أنا لو ما ساعدتش الآخرين والآخرين مش راضيين عني يبقى أنا ما عنديش قيمة. كمان الشخص اللي بيكون عنده حب إرضاء الآخرين هو بيشوف إن احتياجاته مش مهمة، وإن الحاجات اللي هو عايزها مش مهمة، ولكن الآخرين هم اللي مهمين، واحتياجات الآخرين هم المهمين، لكن هو مش مهم. إحنا قلنا إن هو بيبقى رقم 2 والناس اللي حواليه بتبقى هي رقم 1. فمش مهم احتياجاته، رغباته، أهدافه، أيًا كان دي مش مهمة، ولكن احتياجات الآخر هي احتياجات عياله هي اللي مهمة، احتياجات أهله هي اللي مهمة، احتياجات مراته هي اللي مهمة، لكن احتياجاته هو شخصيًا احتياجات مش مهمة. كمان لو لقيت نفسك إن أنت بتساعد الآخرين علشان أنت مستني من الآخرين حاجة مقابل المساعدة بتاعتك، يعني العطاء بتاعك مبني على إنك تاخد من اللي قدامك حاجة، يبقى أنت عندك حب إرضاء الآخرين. بمعنى إن أنت مثلًا بتكون بتعطي الآخرين لإنك مستني منهم القبول، أنت بتعطي الآخرين لإنك مستني منهم التقدير، أنت بتعطي الآخرين لإنك مستني منهم الامتنان. فمن الآخر كده أنت عطائك بيكون مبني على حاجة، مبني على هدف، مشاعر متبادلة رايحة جاية. الموضوع مش بيبقى طالع لوجه الله، يعني أنا باعمل الحاجة ومش مستني رد فعل، لأ أنا باكون باعمل الحاجة ومستني رد فعل. أنت بتعمل الحاجة وأنت خايف يبقى أنت عندك حب إرضاء الآخرين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو بتساعد الآخرين عشان أنت خايف يبقى أنت عندك حب إرضاء الآخرين. لو أنت بتعمل الحاجة علشان أنت قلقان ومرعوب إن اللي قدامك يسيبك، أو اللي قدامك يهجرك، أو إن اللي قدامك يرفضك، فأنت بتعمل الحاجة بناءً على مشاعر الخوف، يبقى اعرف إن أنت عندك خوف، عندك اللي هو موضوع إرضاء الآخرين. الشخص اللي بيكون عنده حب إرضاء الآخرين هو دايمًا بيكون شخص لطيف جدًا مع كل الناس، مجامل جدًا مع كل الناس، دايمًا بيحاول يسعد كل الناس، دايمًا بيحاول يبسط كل الناس، دايمًا مش عايز عنده عداوات، مش عايز عنده مشاكل، بل بالعكس هو لو ممكن اللي قدّامه يكون هو اللي غلطان في حقه، ممكن هو اللي يروح ويعتذر له، مش عشان هو مسامح، ولكن عشان هو خايف يخسر اللي قدّامه، خايف اللي قدّامه يكون مش راضي عنه، لإن هو لو اللي قدّامه مش راضي عنه بيحس إن هو ما عندوش قيمة. فهو مش القصة في السلام وإنه شخص متسامح، بل بالعكس هو ممكن يأذي نفسه، وممكن ييجي على نفسه علشان هو بيحب إن هو يرضي الآخرين. فهو من الآخر كده شخص مش بيدافع عن حقه، شخص ما بيعرفش يقول لأ، شخص ما بيعرفش يحط حدود للآخرين، شخص مش عارف حدوده أصلًا فين، مش عارف قدراته اللي بيقدر يتحملها، اللي يقدر يطلعها للآخرين بتكون واصلة لحد فين. فهو شخص مش بيعرف يقول لأ، أنت شخص ما بتعرفش
تقول كفاية stop، ما بتعرفش تقول stop، ما بتعرفش توقف. الشخص اللي بيحب إرضاء الآخرين شخص دايمًا بيكون دعم وسند للآخرين، بيقدّم لهم الأمان، بيقدّم لهم الحماية، بيقدّم لهم التشجيع، بيقدّم لهم كل حاجة، لكن هو ما بيعرفش يعمل ده مع نَفْسه، هو ما بيعرفش يقدّم ده لنَفْسه، ما بيعرفش يكون لنَفْسه هو الشخص الداعم، الشخص السند، الشخص اللي بيشجّع. فمن الآخر كده هو بيساعد الآخر لكن مش بيساعد نَفْسه، وكمان مش بيتقبّل إن حد يساعده، ما بيعرفش يطلب المساعدة من الآخرين. طيب إيه الفرق بقى ما بين الشخص اللي عطاؤه بيكون مبني على الحب وليس حب إرضاء الآخرين؟ طيب الشخص اللي بيكون عطاؤه مبني على إن هو مليان من جواه وما عندوش حب للآخرين، يعني بيكون مبني على الطيبة مش إرضاء الآخر. أولًا هو شخص بيكون بيعرف يقول لأ، لأ وقت ما هو مش قادر يقول لأ. فهو لو قادر يقدّم حاجة بيقدّمها، لكن لو مش قادر يقدّم حاجة مش بيقدّمها. وشخص كمان دايمًا بيكون سعيد ومبسوط، مش دايمًا يعني على طول 24 ساعة، ولكن أغلب الوقت بيحاول يدوّر على السعادة، وبيحاول إن هو يعيش في رضا، يعيش في سكينة، يعيش في أمان، يعيش بشغف، بيحاول إن هو يبُص للجانب الإيجابي من الأمور، بيسعى وبيجتهد إن هو يبُص للجانب الإيجابي من الأمور، وبيبعد عن الجانب السلبي، وبيبعد عن الاكتئاب والإحباط والغضب والحقد والضغينة وكل المشاعر الغير فعالة. الشخص اللي بيكون برضه معطاء بناءً على إن هو شخص طيب بيكون بيعرف يقول أولوياته للآخر، وبيعرف يحدد أولوياته لنفسه، واحتياجاته بالنسبة لنفسه بتبقى مهمة. فمن الآخر كده احتياجاتي بتكون رقم 1، رغباتي بتكون رقم 1، أهدافي بتكون رقم 1، باحقق الأهداف والرغبات والاحتياجات دي، وبعد كده بابتدي إن أنا أبُص لأهداف الآخر، احتياجات الآخر، رغبات الآخر. فالموضوع بيكون جاي من أنا معطاء لإني مليان مش لإني فاضي، أنا معطاء لإن أنا مكفّي نفسي وعندي الفايض فبافيض على الآخر. بيكون عطائك مبني على الحب والطيبة، أنت ما بتكونش مستني مقابل من اللي قدّامك. فمن الآخر كده أنت اللي قدّامك ادّى لك مقابل تمام، ما ادّالكش مقابل أنت لا بتكون زعلان ولا بتكون غضبان، لا من جواك بتكون زعلان وغضبان ولا بتحاول إن أنت تبيّن للي قدّامك إن أنت بتكون زعلان وغضبان. من الآخر كده أنت بتكون شخص طيب لإنك بيكون عطائك طالع لوجه الله، أنت مش مستني حاجة من حد، أنت مش مستني شكر، مش مستني تقدير، مش مستني احترام، مش مستني حاجة، أنت مستني أنت بتدّي علشان أنت راجل أو عشان أنتِ سِت مليانة من جواكِ وشبعانة وطيبة، فبتطلّع من الفائض اللي عندك، مش عشان أنت مستني تقدير واحترام وتبجيل وأنت الدنيا وأنت الآخرة ولو ما حصلش ده من اللي قدامك بتسيبه وتمشي وتقعد تعاقبه وتعمل الحركات دي. الشخص برضه اللي بيكون عطاؤه مبني على الطيبة وعطاؤه مبني على إن هو مليان، هو شخص بيكون مش مثالي، بقدر الإمكان بيسعى لعدم المثالية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو بيكون شخص عارف إن هو شخص محدود، شخص محدود، إمكانياته محدودة، فهو عارف عيوبه متقبلها، وعارف مميزاته ومتقبلها، وعارف نقاط النقص اللي عنده ومتقبلها. بيحاول يشتغل على نقط العيوب اللي هي معطلاه بتضايقه وبتضايق الناس اللي حواليه، ولكن مش بيكره نفسه، مش بيتضايق من نفسه، مش بيجز على نفسه، بل بالعكس هو بيكون متقبل ان هو انسان محدود. فهو متقبل انسان محدود ومبسوط بمميزاته وعارف عيوبه وبيشتغل عليها. فهو دايما في حالة من المشاعر الإيجابية، مش مستني الآخر ان هو يشجعه، مش مستني الآخر ان هو يقول له الله انت جميل، مش مستني الآخر، مش مستني حاجة من الآخر، هو لنفسه كفاية لنفسه. أما بيكون الشخص عطاؤه مبني على الطيبة، هو شخص بيكون بيحترم آراء الآخرين وبيحترم اختلافات الآخرين، وعارف إن الآخرين مش شبهه، وعارف إن الآخرين مش زيه، فهو بيتقبل إن الآخر مش شبهه، وبيتقبل إن الآخر مش زيه. فحتى لو عطاؤه يعني من الآخر كده هو مش بيدّي الآخر علشان هو مستني إن هو يغيّر رأيه أو يغيّر تفكيره أو يغيّر معتقداته، هو بيدّي الآخر لإنه هو فياض من جوّاه، وكمان علشان هو أصلًا بيحترم اختلافه وبيحترم إن هو مش شبه حد، فهو بالتالي بيعطي الآخر نفس الشعور، إن هو بيعطي الآخر إن هو بيحترم الآخر، إن هو بيشوف الآخر إن هو منفرد، وإن هو مش محتاج إن هو يغيّر له أفكاره ومعتقداته عشان يقبله علشان يدّيه.
أمّا بتكون شخص طيب ومعطاء، أنت عطائك بيقرّبك من اللي قدّامك، ليه؟ لإن اللي قدّامك بيحس إنك طيب ومحترم وجميل ومش مستني منّه حاجة، دايمًا عطائك بيكون بيقرّبك، بيخلّيك أكتر تواصل مع اللي قدّامك، لكن أمّا بتكون شخص معطاء بناءً على حُب إرضاء الآخرين، أنت دايمًا بتكون مستني حاجة، فاللي قدّامك مش بيدّيها لك، فأنت بتتحبط، فبتبتدي إن أنت تنسحب وبتبعد عنّه. ليه؟ لإنك عطائك مرتبط برَد فعل اللي قدّامك، لكن الشخص الطيب اللي بيعطي من مكان مليان، هو شخص عطاؤه بيخلّيه دايمًا في حالة من القُرب من الناس، لإنه مش مستني حاجة من حد. أنت شخص عندك حُب إرضاء للآخرين، هتلاقي نَفْسك إن أنت المشاعر اللي جواك بتعمل عكسها براك، أنا غضبان فأنا هاروح أساعد اللي قدّامي، أنا زعلان ومش حاسس إن أنا واثق في نَفْسي، هاروح إن أنا أطلّع فلوس وأبيّن إن أنا بادّي للي قدّامي، أنا شخص حاسس من جوايا حاجة وباعمل عكسها من برايا، إنما الشخص الطيب اللي عطاؤه بيكون مبني على الحب وعطاؤه مبني على الطيبة وعطاؤه مبني على التعاطف، هو شخص بيكون مشاعره من جواه متسقة أو متوافقة مع أفعاله. أنا من جوايا سعيد، فأنا عايز كل الناس اللي معايا برّه يكونوا برضه سعداء، أنا من جوايا مبسوط، فأنا عايز كل الناس اللي حواليّا برضه تكونوا مبسوطين، أنا حاسس بسكينة وبأمان، فأنا عايز أخلّي الناس اللي حواليّا يحسّوا بنفس المشاعر اللي أنا حاسس بيها. فمن الآخر كده، شوف مشاعرك اللي جواك، هل مشاعرك دي مرتبطة بفعلك والّا مش مرتبطة بفعلك؟ لازم المشاعر تكون متسقة ومتفقة مع أفعال، مشاعرك لازم تكون شبه أفعالك، قريبة من أفعالك، ما فيش مشكلة إن أوقات ممكن الواحد يحس بحزن فيطلّع صدقة، والصدقة دي أصلًا بيطلّعها لشخص هو ما يعرفهوش، أو حتى يعرفه ومش مستني برضه منه حاجة، فعطاؤه هيكون برضه مبني على الطيبة وإن هو شخص متعاطف وجميل بطبعه، مش شخص خايف وحاسس بالنقص فبيحب يرضي الآخرين، عشان ده في الآخر بيصُب عليه إن هو بيترضي عن نفسه من خلال عطاء الآخرين له. أنا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش إن أنت تشترك على القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش إن أنت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم، وما تنساش تعمل لايك علشان أنا باتعب والله. كان معكم سلّام سعد وتابعوني.